السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل حواوشي الاسكندراني بطريقة سهلة وبسيطة جدا. معانا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. هنحط كيلو دقيق كده في العجان أو هنعجن على ايدينا براحتنا. معانا معلقة لبن بودرة ومعلقة بيكنج باودر وذرة ملح. ومعانا الخميرة هنحضرها 1/4 كوباية مية على معلقتين صغيرة خميرة فورية ومعلقة سكر. ندوبها كده الاول في الميه وبعدين نحطها على الدقيق لما نعرف ان هي كويسه. انا عارفه ان هي كويسه بس انا بقول لكم اللي عشان اللي جايب نوع خميره مش عارفه. ومعانا كوبايه زبادي او كوبايه لبن رايب، دي اختياري، دي حسب الرغبه، دي بتدي طراوه للعجينه وبتديها طعم حلو. هننزل بالخميره بقى اللي احنا دوبناها وننزل بالميه شويه شويه. ننزل بميه دافيه، يعني مش ولا ساقعه ولا سخنه، ميه دافيه فتره كده. ننزل بالميه شويه شويه على حسب ما الدقيق ياخد معانا، لان كل دي بيختلف عن التاني. اما نلاقي محتاجة مية ننزل بقى نزود مية، مننزلش بكمية المية مرة واحدة عشان ما الدقيق ما يبص معانا. شوية شوية كده، لما بتحتاج بقى تزود مية تاني. اول ما الاقي العجينة لمت معايا وطرية خلاص اوقف المية. هنا العجينة لمت معايا اهيت، خلاص مش محتاجة مية. شايفين طرية ازاي؟ اهم حاجة العجينة تبقى طرية معاكي، لانها لو ناشفة هتبقى ناشفة، هتبقى السندوتش ناشف. ومعلقة سمنة في الاخر كده بعد ما تخلص خالص، بعد ما تلم خالص نحط معلقة سمنة ونديها عجنة كمان. كده خلاص كانت اتعجنت معايا وبقت كويسة. شايفين حلوة ازاي وطرية؟ شايفين طرية ازاي من قبل ما تتخمر؟ هنسيبها بقى تخمر ساعة او نص ساعة على حسب الجو عندنا. هنركنها على جنب بقى ونحضر حشوة اللحمة. معانا بصل ومعانا لحمة مفرومة. هنفرم البصل في قلب الكبة، نخليه ناعم خالص او نبشره بمبشرة بس يكون ناعم، ونحط عليه معلقة فلفل احمر بارد. واللي بيحب الحار ممكن يحط حار، بس الفلفل الاحمر بيديه طعم حلو للبصل. شايفينه انا مهروس ناعم خالص ازاي عشان ما يبانش في اللحمة. حط معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، معلقة 7 بهارات، معلقة بهارات لحمة، دي يعني نطرة كده قرفة، ورشة جوز الطيب. رشة جوز الطيب دي طعم حلو للحمة. هنقلب بقى كله على بعضه ونحطه على اللحمة المفرومة ونسيبها يعني نص ساعة ولا حاجة كده قبل ما نعمل ال الحواوشي، نكون متبلينها بقى تدي طعم حلو للحمة. هنقلب عليها بقى كده ونسيبها على جنب. هنا العجينة كان خمر معايا اهوت، شايفين قب معايا وانتفخ ازاي وبقى حلو ازاي. هنهبط بقى العجينة ونكون محضرين صينية نرشها دقيق، نهرس عليها العجين عشان نسيبه يرتاح شوية قبل ما نبططه. نرش بقى الدقيق كده. ياريت منسوش اللايك والاشتراك في القناة. كده هنقرصه كده بالشكل دوت ونسيبه يرتاح بقى. هعمل كام واحدة معاكم واكمل الباقي. هنغطيه بقى في فوطة ونسيبه يرتاح شوية، وياريت تكون الفوطة مندية شوية مية كده. هنا بقى هنشكل بقى العجين نعمله ازاي. هناخد اول واحدة نبططها ونفردها بقى بالنشابة. نعمل 2 مقاس بعض، يعني دوريتين يكونوا مقاس بعض. خليها رقيقة ما نخليهاش تخينة عشان تبقى لما نيجي ناكله ما يبقاش كله عجين، يعني تبقى طبقة رقيقة كده، يعني ولا منها رقيقة قوي ولا منها تخينة. اوريكم سمكها عامل ازاي. هعمل بقى واحدة قدها برضو. نفردها برضو على نفس المقاس. شايفين العجين طري معانا ازاي وبيروح ويجي معانا بكل سهولة.
لان العجينة الاول من الاول طرية. هنحشي بقى، شوف بقول لكم الاتنين قد بعض ازاي. هنحط بقى اللحمة كده في النص ونفردها، نملى كده العيش كله. وطبعا اللحمة عليها دهون طبعا، مفروم معاها ليا او مفروم معاها دهن. ونحط بقى جبنة رومي. الحشو بقى ده اختياري براحتنا، اللي بيحب بقى حاجة اضافية يزودها. الجبنة الجبن والفلفل والحاجات دي ده اضافي، يعني اللي بيحبه يحطه، اللي مش بيحبه ما يحطوش. فلفل، وممكن اللي عايز يحط طماطم برضه يحط. جبنة موتزاريلا. هنغطي بقى الطبقة اللي فوق الوش. اهم حاجة نقفلها كويس، نبرمها كده من جنب. في المرحلة دي بقى نكون محضرين صينية، رشينها دهننا دهن الزيت، ورشينها رشة دقيق بسيطة، ونحط عليها السندوتش لما يخلص. نكون بقى مشغلين الفرن برضو قبلها، على يعني على أعلى درجة حرارة. ولو بيشتغل فوق وتحت نشغل الشواية ونشغل الفرن، ونحط على لو هو الشواية بتشتغل مع الفرن، نحطه في النص. لو ده لوحده وده لوحده نخليه بقى على آخر رف من تحت. وأول ما ياخد لون نشغله الشواية شوية. وأول ما يطلع معاكي تغطيه وتسيبيه يستهدى خالص، هيبقى طري معاكي جدا وحلو قوي. هنعمل لكم واحد بشكل تاني. هنفرد بس طبقة واحدة من العجين، ونحط برضو الفلفل برضو والجبنة الرومي برضو والجبنة الموتزاريلا. ده بيتعمل من طبقة واحدة مش من طبقتين. هنقفل بقى عليه كده برضو، ونقفله برضو من جنب. اللي حابب الطريقة دي يعملها، اللي حابب الطريقة يعملها بالشكل ده حسب رغبتك انت عايزة انه شكل. بس كله في الاخر نتيجة واحدة. انا خلاص خلصت كل الكمية معايا. اللي عايز بقى يعمله زي وش بيتزا من فوق، بيتم دهنة لبن الفرشة كده، بس نتن باللبن، لبن بس ملوش اي حاجة. ونحط عليه طماطم وفلفل وجبنة رومي وجبنة موتزاريلا، وندخله بقى الفرن. بس نحط الطماطم والفلفل الاول، والجبن بنحطها لما بيكون خلاص، يعني هنطلعه خلاص وهنشغله شوية بس ياخد لون بسيط. نحط جبن عشان الجبن ما تنشفش معانا. لكن الفلفل والطماطم بنحطهم من الاول. واللي حبه سادة يسيبه سادة، ده حسب راحتك، يعني ده حسب رغبتك. بس ده بيديه طعم حلو برضو. نبصها بقى كده عليها من فوق الوش. انا خلاص كان استوى وطلع معايا اهو، شايفين لونه حلو ازاي وطري جدا ازاي، ومن جوه مستوي. يا ريت متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولا متنسوش بتعليقاتكم، وجربوا الطريقه دي هتعجبكم.